السلام عليكم خوتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم اليوم بالقصة ديالي، كنتمنى تاخدوا منها عبرة وتاخدوا منها درس، حيت انا جربت وكنت السبب في اللي وقع ليا. عماني الطمع وبسبابه شفت اكبر ايام في حياتي. المهم انا تزاديت في مدينة كازا في واحد العائلة اللي ما فحناش. كانوا عندي والدي خوتي كبار مزوجين، انا الصغيره في خوتي. انا واحد البنت اللي كنت داسره بزاف وحاسه براسي. والدي مفشيني بزاف، يعني انا الصغيره اللي بقيت في خوتي غير كناكل وكنعس. كنت شبعانه حنان وفشوش. انا كنت واحد البنت اللي غزاله بزاف، يعني كاع الدراري كانوا باغيين يتصاحبوا معايا، يعني كنت كنعجبهم. من بعد ما كتبش وما شديتش الباك ديالي، انا اصلا ما كنتش عاطيه الخاطر القرايه ولا بغيت نقرا. كان همي كامل بغيت غير نلبس ونخرج ونشري الماكياج ونشري الحوايج وهذه ونخرج. منين وصلت 18 سنه زادوا المتطلبات ديالي. كنقول ندير طونوبيله، بغيت نشري الماركات الغاليين في الحوايج والماكياج، يعني وليت واحده اخرى. ولكن والدي ما فحالهمش، وانا ما قريتش باش نوصل داكشي اللي بغيت ونشد انا ونخدم ونشد انا المنظر ديالي ونشد بها داكشي اللي بغيت. منين مشيت ودرت التكوين وليت كنشوف البنات غير كيلبسوا كيماكيو، يعني وليت واحده اخرى. وليت بغيت حاجه اخرى، وليت كنموت بالغيره باش نولي حتى انا احسن منهم. ديك الوقيته تصاحبت مع بزاف ديال الدراري اللي لاباس عليهم. يعني انا ما كيهمنيش يكون زوين ولا خايب ولا هذا، يعني كيهمني يكون عنده غير الفلوس ويجيب لي الكادوات وهاتي. من بعد وليت كنفكر شي واحد لاباس عليه اللي بزاف، يعني ما يهمنيش كاع بيكون خايب ولا زين. حتى لواحد النهار اللي جات صاحبتي من الامارات، جات للحومه ديالنا فين ساكنين. كل شيء بقى كيشوف فيها، يعني الطوموبيل اللي حطات يعني واعره بزاف، يعني ما عمر شي واحد جابها لديك الحومه. وحتى انا ماشي من العاكزين، مشيت وسولتها قلت لها اشنو مورا هاد الطوموبيله ومورا هاد الفلوس هادي. صافي مشات وقالت لي هادشي كله راه موراه واحد التطبيق كتدخلي ليه كدوي مع الخليجيين وكيصيفطوا لك زبابل ديال الفلوس، يعني ما تخدمي ما ديري حتى شي حاجه، تهضري معاهم غير ابي فيديو ولا هذا. غير بعام غادي تولي خانزه فلوس وتولي لاباس عليك، ما يهمك حتى شي حاجه. انايا غير سمعت ديك الهضره تقلب وجهي تقلب كل شيء، يعني الشيطان غلب عليا وما فكرت حتى شي حاجه. ما فكرتش في داك الحرام، يعني عيني تعمى وليا وليت كنفكر غير في الفلوس. صافي مشيت عندها رجعت عندها قلت لها اعطيني السميه ديال داك التطبيق، اني سيربراز مشيت دغيا ومشيت دخلته. صافي هي سولاتني قالت لي واش قادره انت على هادشي اللي غادي ديري. صافي انا ديك الساعه وافقت ومشيت. السميه عطاتني السميه ومشيت دغيا انصاليتها في التليفون ديالي. شرحت لي كل شيء، يعني بحاجه بحاجه، منين ندخل منين ندير منين كل شيء شرحته ليا. صافي مشيت كنجري طلقت شعري قديت حالتي. حتى صنع عليا واحد الخليجي عجبته بزاف، بقيت كندوي معاه شي 3 سوايع تقريبا. من بعد قال لي قدي واحد الكونت في البنكه، وانا ديك الساعه ما كانش عندي. صافي فقت الصباح مشيت وقديته وعطيته ليه. قال لي انا غادي نصيفط لك واحد الهديه. من بعد ما كملت مشيت نشوف اش نوصلني في ديك الهديه. قلت 10 ديال المليون في الكونت، يعني انا ما قدرتش نوصف لكم، يعني كنت غير نسخف بلاصتي. يعني واخا نكون كنحلم ما عمرني غادي نوصل لهاد 10 ديال المليون وخا نشوفها. صافي انا فرحت بزاف وتحلولي عينيا، يعني تنقول الفقر ما بقاش، غادي نتهلا في والديا ونبرعهم.
حتى هما منين شافوا هادشي استغربوا، قالوا لي منين جاوك هاد الفلوس كاملين. انا قلت لهم راه درت غير واحد القناه في اليوتيوب وراه طلعت ليا داكشي علاش ولاو عندي الفلوس بزاف. مساكن هما تيقوني. صافي من بعد قلت غادي نشري شي بيسي باش ندير شي مشروع صغير ونعطيه الاب ديالي باش يقابلو، وحتى العينين ديال الناس ما يبقاوش مقابليني. من بعد شريت واحد القهوه اللي كبيره بزاف وعطيتها للاب ديالي خويا. يعني ديك الوقيته طاروا بالفرحه وعجباتهم هذاك المشروع. وليت انا مرفحه بزاف ولاو عندي الفلوس. يعني ما بقيتش كنفكر كاع حتى شي حاجه. حتى لواحد النهار اللي طحت في واحد الخليجي هدرت معاه ابل فيديو. كنشوف موراه بحال شي قصر، انا ما عرفش شنو داكشي. قال لي انا اول مره ندخل لهاد التطبيق هذا، يعني انا غير وحداني وما مزوج. قال لي وانتيا؟ صافي انا جيت الصراحه وقلت لي انا راه والديا ما فحالهمش. هادشي علاش دخلت لهاد التطبيق. صافي بقيت كندوي معاه بزاف ديال المرات، حتى لواحد النهار اللي طلب مني الواتساب ديالي عطيته ليه. صافي ولينا كندويو غير تما، ما بقيناش كندخلوا لديك التطبيق، ولينا كنهضروا غير في الواتساب. حتى لواحد النهار اللي صيفط ليا شيك فيه 60 مليون، يعني برا، يعني فلوس، يعني وتعلقت به بزاف. حتى واحد النهار اللي قال لي راه غادي نجي للمغرب. قال لي ما غادي نمشي من المغرب حتى نتزوج بك. صافي انا بديك الفرحه مشيت باش نقولها لوالديا ووافقوا، وفعلا جا للدار. سولوه والديا على والديه، قال لهم من بعد ما ندي بنتكم انا راه غادي نجيب والديا. صافي قالهم مع البعد وهذا. صافي مشينا، جمعت حوايجي كاملين بديك الفرحه، توادعت مع دارنا. يعني كنت طايره بالفرحه بزاف. قلت غادي نتهنى من الفقر وهادي والفلوس كلشي حدايا. من بعد ما مشيت عنده تقريبا المده ديال شهرين، سيد تبدل عليا بزاف، ولا كيتعامل معايا خايب، ولا كيضربني ويسد عليا في الدار، حتى كيرجع من الخدمه عاد كيحل عليا الباب. خدا ليا الوراق ديالي كاملين ديال الطياره، يعني ما نقدرش نهرب ولا ندير شي حاجه. من بعد انايا اكتشفت باللي نطلق 4 ديال العيالات ومريض نفسي. انا وليت غير كنبكي وكنقول يا ربي متى غادي نرجع عند والديا. ما بغيت حتى شي حاجه، ما بغيت والو، بغيت نرجع للمغرب وعند والديا. من بعد ولا كيجيب صحابو باش يتعداو عليا في الدار، تكرفسوا عليا بزاف وتكرفسوا ليا على حياتي كامله. دمرت حياتي كامله ودمرت حتى نفسيتي. نقول كاع ندير حد لراسي تما، يعني ما نقدر لا نهرب، ما نقدر ندير حتى شي حاجه، ما عندي حتى اللي يعاونني. حتى لواحد النهار اللي كتب عليا الله واحد المراه خدامه في الدار كتجف ليه ولا كدير ليه شي حاجه. شافت كل شيء على عينيها، شافته كيضربني. مشات واحد النهار سرقات ليه الوراق ديالي انا وعطاتهم ليا، قالت لي سيري قطعي في الطياره وهربي. صافي ملي وصلت للمغرب فرحت بزاف، عقدت في حياتي. كي وصلت مشيت طلقت منه. واخا دابا عندي الفلوس وعندي كل شيء، ولكن هدم ليا صحتي، ضعفت بزاف، خرجوا ليا شي طبايع في لحمي. حتى لواحد النهار اللي مشيت عند الطبيب، قالت ليه راه ناض ليا شي حب في لحمي. قال لي راه بسوء الحظ ديالي راه عندي سرطان في الدم. داك الاحساس اللي خايب بزاف اللي ما نقدرش نوصفه لحتى شي وحده. وصحتي بدات كتمشي ليا كامله، ما عرفت شنو ندير. والديا كيسولوني، قلتها ليهم انا كنضعف في داك الخليجي اللي دار ليا بحال هكا. وليت كنصلي وكندعي الله، بديت غير حياتي كامله ولات غير في السبيطار كندعي الله
اللي عطاني هاد المرض اللي نغسل فيه ذنوبي والطمع عملية عينية. كنت كنشوف بعيد، كنشوف غير الفلوس، بغيت غير ماكي، بغيت غير الفلوس، بغيت اي حاجه. ما كنتش عاطيه الحياه واحد المعنى. ما كنتش كنفكر كاعني بالفلوس تاع مولية عينيا. كنتمنى تاخدوا من هذه القصه عبره وما ديروش بحالي، ما تمشوش في الطريق ديال الحرام على قبل الفلوس. بارتاجيو هذه القصه باش كل شي يسمعها وكل شي ياخد منها عبره، حتى واحد ما يمشي للطريق ديال الحرام.